بخير. يعني مرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان كريم علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا يا رب. أنا إن شاء الله في بداية اليوم عايز أشكر كل الناس اللي تواصلت معايا واقترحوا عليا الموضوع ده، لأن طبعا احنا كل سنة غالبا بنعمل الصالون بلس ان احنا عايزين يعني نقول لهشام، الشخص اللي بصراحة يعني يعتبر جندي مجهول في الحلقة دي، حقيقي يعني مظلوم، يعني مظلوم ما بين الوقت اللي بيضيعه والمجهود اللي بيبذله يعني. والدكتورة كريمة اسماعيل طبعا كل الشكر ليها على وفريق العمل طبعا. نتكلم النهارده على موضوع يعني انا شايف من اهميته ان احنا نفتقر لتفسير التقارير الخاصة بالمقاييس عموما. وبما ان انا يعني بفضل الله يعني فترة كبيرة اشتغلت في تطبيق مقاييس الذكاء، بلس ان انا شاركت في تقنين ويكسلر الطبعة الرابعة مع الدكتور عبد الرقيب البحيري رحمة الله عليه. فشايف ان من الاهمية ان احنا نتكلم على التقارير بتاعت الذكاء، لان هم يعتبروا اكتر حاجة بنشتغل عليها في شغلنا. يعني اي طفل هتلاقيه بتيجي تقول له مثلا هنعمل الخطوة كذا، هتلاقي فحص الذكاء على طول. يعني حالات معينة بس اللي بنبتدي نلاقي فيها اختلاف. وطبعا احنا في مصر موجود عندنا او الاشهر عندنا مقياس ستانفورد بنيه، وحاليا الصورة الخامسة الموجودة، واستغنينا عن الصورة الرابعة اللي كان التقنين فيها يدوي وكانت مقرفة في شغلها. وكمان موجود دلوقتي في مصر من 4 أو من 5 سنين تحديدا مقياس ويكسلر، واللي تم تقنينه وظهر للنور من فترة طويلة، بس هو يعتبر مظلوم شوية. طيب، ومقياس ستانفورد بنيه عندنا في مصر بيعتمد على 5 عوامل. ال5 عوامل دول لازم احنا نعرفهم. وكمان مقياس ويكسلر بيعتمد على 4 عوامل لازم هنعرفهم برضه. ال4 عوامل دول موجودين في الملف اللي انا ارسلته لحضراتكم، اللي المفروض انتوا تكونوا اخدتوه. يعني الملف ده موجود فيه المقياس وتفسيره والتقارير والحاجات دي كلها اللي احنا يعني ان شاء الله احنا كلنا على درايه بيها، يعني او اغلبنا ممكن يحتاج بس يراجع بعض المعلومات. ان شاء الله هكون ضيف خفيف معاكم النهارده، ان شاء الله هنتكلم على كل ما يخص المقياس باذن الله. لو الصوره بس تنبهوني الصوت يكون واضح، وانا بعتذر عن الصوره، لان الصوره انا مشغل من اللابتوب نظرا لان في مشكله في التابلت اللي بشرح بيه، فهو في مشكله فيه، فبشرح من على اللابتوب حاليا. يعني الماده العلميه الموجوده معاكم قابله للنشر والطباعه والتصوير، وتبصيها لزمايلك وندردش فيها ونتكلم فيها، ولو في خطأ فيها اتمنى ان انتوا تبلغوني، يعني سواء خطأ علمي او خطأ املائي عشان اعدلها. المادة العلمية كمان مخصصة ليكوا بس، يعني انا عاملها للجروب بتاع الصالون، يعني مش عاملها لاي، يعني لو عندي محاضرات في اماكن تانية ما بتبقاش المادة العلمية كده، فهي مخصصة لحضراتكم بس، ومسموح ان انتوا تنشروها. يعني هي مش حكر على حد ولا اي حاجة خالص. تمام. بنتكلم النهاردة على حاجة اسمها المقاييس النفسية. ومن المقاييس النفسية كتيرة، في اختبارات نفسية، في استبيان، في استخبار، في حاجات كتيرة خالص. في اختبار لقياس الميول المهنية، في اختبارات لقياس المكافئ اللغوي زي اختبارات اللغة إلى آخره. الباحثون زمان قالوا احنا عايزين نصنف الأولاد لإعاقات، يعني عايزين نقول مثلا الفصل ده فيه شطار وفصل ما فيهوش شطار، عايزين نخليهم كده يعني بمعايير بستاندرز كده يعني.
ظهر مقياس ستانفورد بينيه عشان يصنف الأطفال داخل المدارس خصوصا ذوي الإعاقات. وبعد كده اتطور لغاية لما وصل للصورة الخامسة حاليا. الصورة الخامسة حاليا بتتكون من 5 عوامل. العامل الأولاني عامل الاستدلال سائل، والعامل الثاني المعرفة والكمي والذاكرة العاملة والمعالجة البصرية المكانية. طبعا كل عامل من دول مقسم ل يعني فيربال ونون فيربال، يعني بيقيس جزء لفظي وبيقيس في يعني بارتيشن تاني كده يعني جزء غير لفظي. ولو طرحنا موضوع للنقاش وهو هل من المفترض ان احنا لما نيجي نطبق المقياس ككل او نيجي نتكلم على مقياس ستانفورد بينيه بنطبق البطارية كاملة ولا بنطبق جزء صغير منها؟ المقدمة اللي احنا بنتكلم عنها دي تمهيدا بس لان احنا ازاي نقرأ او نفسر التقرير عشان يعني تكون الصورة واضحة لكل الناس. لما نيجي نتكلم بقى ونقول ان انا عندي مثلا الجزء الفيربال شوية اللي هو فيه أنشطة لغوية كتيرة وفيه أنشطة عملية ولازم استجابة المفحوص بشكل أو بآخر تكون بتعتمد على الجزء اللفظي. فهنا بنقول إن المفحوص لغته الأساسية لازم تكون لغة بيئة التطبيق. لما نيجي نقول إن تم تقنين المقياس ده على البيئة المصرية فهو مهيأ ومصمم للبيئة المصرية بس، بعكس لما نقول مثلا إن تم تقنين المقياس على عينة مثلا من فلسطين أو الجزائر، اللغة اللي هناك غير اللغة اللي موجودة في مصر. وبناء عليه فلما نيجي نقول إن شرط أساسي لعملية التطبيق إتقان جزء أو كل من اللغة بتاعة المقياس. وهنا لما بنيجي نتكلم على مقياس ستانفورد أو ويكسلر، حتى لما نيجي نقرأ في دليل الفاحص يقول لك لغة المفحوص هل كانت تتناسب مع لغة الاختبار ولا مش بتتناسب. حتى الاستمارة نفسها بتاعت مقياس ويكسلر فيها الجزء ده تحديدا، لأن من المتعارف عليه إن اللغة شق أساسي ومهم جدا في عملية التطبيق ولازم ناخد بالنا منه، وهو هل لغة المفحوص كانت مناسبة لعملية التطبيق. ده لما بنيجي أصلا نطبق وبنيجي نكتب الملاحظات السلوكية مثلا، لما بنيجي نتكلم مثلا في أثناء كتابة التقرير نيجي نقول من ضمن الملاحظات السلوكية هل إن الجزء اللفظي اللي نطق به المفحوص ده كان مناسب للبيئة ولا كان بيجيب لغة تانية مثلا. فلازم ناخد بالنا من النقط دي كلها. نرجع لمقياس ستانفورد بينيه، وهو دلوقتي الأشهر أو الموجود على الساحة. يعني أغلبنا أو أغلب المراكز دلوقتي بتبقى شغالة بمقياس ستانفورد بينيه، ولكن لا غنى عن إن احنا نوفر مقياس تاني بديل لمقياس ستانفورد بينيه، بحيث إن أنت لما بتيجي تشتغل أكتر من لما بتيجي تطبق الاختبار ده او بتعمل عمليه الريتستنج بعد مرور فتره زمنيه يعني غير محدده تكون الحد الادنى بتاعها 6 شهور، فبنيجي نقول مثلا ان بعد 3 أو 4 مرات من التطبيق انت كده بتفقد حاجه اسمها صدق المقياس، فيفضل ان انت تلجأ لمقياس تاني عشان تحدد النقاط القوه والضعف وتطلع الريبورت او البيز لاين اللي انت بتشتغل عليه في شغلك. طيب خلينا نفسر برضو الجزء الخاص بالعوامل الخمسة بتاعت مقياس ستانفورد بينيه. عندنا العامل الأول وهو العامل الاستدلال السائل، ومعظم الناس بيبصوا على العامل العام أو الجنرال فاكتور اللي هو الاي كيو سكور بس. فلما حضرتك تيجي تبص تقول مثلا ان الطفل ده حصل على 72 درجة وتصنيفه متأخر او ذو ضعف بيني، فبالتالي انت هنا يعني جبت حاجة عامة بعيدا عن
الحشو المهم اللي انت كمختص لازم تكون على درايه بيه. وهو ده اللي خلاني اقول ان احنا هنطبق الجزء ده او هنقول المحاضره دي بعد ترشيحات لاكتر من حد يعني. لان الجزء ده فعلا فيه قصور. حتى لو انت جيت بصيت لاي تقرير من تقارير الذكاء او حتى اختبارات اللغه عامه يعني او اي اختبارات تانية، بتلاقي ان بعض المختصين بيبص على السكور بس. السكور ده لازم انت تفسره بقى، تديله الفروع بتاعته. الفروع بتاعته دي اول فرع عندنا في الجنرال فاكتور بتاع مقياس ستانفورد بنيه وهو الاستدلال السائل. الاستدلال السائل دي اسمها القدره السائله اللي لا تحتاج تدريب ولا تحتاج لتنميه مهارات ولا اي حاجه خالص. الشخص ده مش محتاج ان هو يعرف التسلسل المنطقي. يعني مثلا لما نيجي نسال حد من زمايلنا مثلا او حضراتكم مثلا واقول لك 1 5 1 5 1 5 1، انت مش محتاج تتدرب على ان اللي بعديها 5. لا، دي اسمها قدره سائله. انت القدره السائله دي موجوده فيك، مش بتحتاج تدريب. والعامل الثاني وهو عامل المعرفه. وعامل المعرفه هنا المقصود به مخزون المعلومات اللي اكتسبه الطفل من يوم ما اتولد لغايه يوم الاختبار. وانا عايز اسال سؤال بعد ما اخلص ال5 عوامل دولت. هيكون في سؤال مهم جدا يعني، خلينا نطرحه بصوره تانية بعد ما نخلص ال5 عوامل. طيب، فهنا بنتكلم عن عامل المعرفه وهو مخزون المعلومات اللي الطفل اكتسبه من يوم ما اتولد لغايه يوم الاختبار. اما العامل الثالث وهو الاستدلال الكمي. والاستدلال الكمي تفسيره وهو التعامل مع الارقام، سواء كانت الارقام دي بصوره لفظيه او بصوره غير لفظيه. بمعنى صوره لفظيه زي العمليات الحسابيه، المسائل اللفظيه، عمليات حسابيه في المسائل اللفظيه، او بصوره غير لفظيه زي الجمع والطرح على الورق. هنا لا نحتاج جزء لفظي وهنا بنحتاج جزء لفظي. تمام؟ طيب، الجزء الثالث وهو او العامل الثالث الاسف اللي قبل الاخير وهو المعالجه البصريه المكانيه. المعالجه البصريه المكانيه المقصود بها وهو التعامل مع الانماط والاشكال والاتجاهات والاماكن. والجزء الاخير وهو عامل الذاكره العامله. عامل الذاكره العامله بينقسم لجزء سمعي وجزء بصري، سواء على والاختبارين المختصين به حاجه اسمها اعاده الجمل والكلمه الاخيره، وفي الجزء البصري وهو الطرق على المكعبات. طيب، كده احنا عرفنا ال5 عوامل بتوع مقياس ستانفورد بنيه. الجزء اللي بعد كده بقى احنا عايزين نعرف التقرير بتاع ستانفورد بنيه. انا كأحمد بكتبه ازاي؟ والمفروض لما يجي لي تقرير اعمل فيه؟ ده السؤال اللي ينطرح. بس قبل ما نتكلم على الجزء بتاع تفسير التقرير من وجهة نظري انا الفقيرة، يعني في ناس اشطر مني جدا في الجزء ده، من وجهة نظري انا يعني هل تتوقع مثلا ان التقرير اللي بيخرج بصورة الكترونية مش بصورة يدوية هو من مميزاته يعني او هو الافضل ولا اليدوي؟ لما نيجي نبص ونلاقي ان التقرير الالكتروني بيوفر وقت وبيوفر في الاخطاء كتير جدا وبيطلع منسق وبيطلع بشكل تنظيمي او باخر، يعني المهم ان هو بيوفر كتير جدا في الوقت والمجهود اللي احنا يعني لازم نحافظ عليه. فانت كشخص لما تيجي تقول لي انا بطبق المقياس وحاليا قدامي تقرير 30 ورقة، انت كمختص لازم تفكر الاول هل التقرير اللي قدامك ده تقرير شامل زي الملف اللي انا بعته،
ولا التقرير الصغير ال7 8 ورقات اللي انت ممكن تعملهم؟ فبناء عليه انت بتحدد الشخص اللي قدامك ده شخص يعني شاطر ولا شخص لا يعني في خلل يعني. طيب دلوقتي احنا هنعرف مكونات التقرير. مكونات التقرير زي اي تقرير بيتم عرضه على المختص او طباعته وعرضه، انت لازم تعرف ان التقرير ده بيحتوي على حاجه اسمها البيانات الاساسيه او البيز انفورميشن. انت كشخص عارف بيانات المفحوص اللي قدامك من الاسم والسن والعمر الزمني والمدرسة بتاعته في فصل كام، هل دمج ولا مش دمج إلى آخره. دي كده الخطوة الأولانية وهي أسهل الخطوات وكلنا بإذن الله عارفينها. الخطوة الثانية وهي سبب تطبيق المقياس. لا يخفى عليكم إن أي حاجة بتحصل ليها سبب. فلما يجي مثلا نتكلم على طفل مثلا عنده تأخر في نمو اللغة ومحتاجين عايزين نعرف مثلا هل التأخر ده بسبب إعاقة ذهنية ولا تأخر نمو لغة زي ما نقول كده في اللغة العامية كلاسيكي كده، التأخر العادي بتاعنا اللي هو ألف ب، اللي هو لو عملت للطفل بخ هيتكلم معك. فبناء عليه انت لازم تحدد سبب تطبيق المقياس، وهل في سبب يستدعي التطبيق ولا انت بتطبقه كده من دماغك. لو في حاجة واحدة فعلا انا حابب ان انا افيد الناس بيها، فلازم قبل ما تاخد خطوة وتطلب من ولي الامر حاجة معينة يكون في سبب منطقي كويس. سبب منطقي يستدعي ان انت تطبق عليه الحاجة دي. تمام؟ يعني لو فرضنا ان الطفل اللي قدامك ده عنده مشكلة فعلا ومستدعية ان انت تحط له السكور بتاعه على الاي كيو او تديله التصنيف بتاعه، فتمام، توكل على الله. النقطة اللي بعد كده وهي حاجة كده صغيرة ممكن أغلبنا يكون عارفها يعني، والأغلب ممكن ما يكونش عارفها، وهي دلالات صدق الاختبار. وفي الحقيقة أغلب التقارير ما بتكتبش النقطة دي، وهي خطيرة جدا. أنا كولي أمر أضمن منين إن أنت كمختص عملت الاختبار ده بصورة سليمة؟ اديني التفاصيل اللي تأكد لي ان انت شخص طبقت المقياس ده بصورة بيرفكت ممتاز، انت كده تطبقه. ففي حاجة عندنا اسمها دلالات صدق الاختبار. من دلالات صدق الاختبار اللغة كانت مناسبة لعملية التطبيق مع المفحوص. هل فعلا الطفل ده اللغة بتاعته كانت مناسبة لعملية التطبيق ولا مش مناسبة؟ مش عارف. يعني حضرتك تقصدني انا ولا ايه؟ انا اكاديميه ابراكسيا يعني، يا ريت فعلا مش كل ما تشوف طفل تعمل 15 مقياس. انا اصلا مش في المنصوره اصلا. بكل حال ماشي. هل فعلا لغه المفحوص كانت مناسبه ولا ما كانتش مناسبه؟ ده رقم واحد. رقم 2، هل تم مراعاة
يعني الوقت ما بين عمليات التطبيق وان الطفل ياخد وقت راحة عشان ما يكونش فيه لود عليه في عملية التطبيق ولا لا؟ تمام؟ فبناء عليه انت كمختص انت ادرى بقى بالوقت المناسب للكيس اللي قدامك. فاذا كان الطفل مثلا من اطفال، ولا اسمي فعلا ولكن ده مثال، يعني انت كفاحص انت الادرى، الموضوع ده يرجع لحضرتك انت. اذا كانت الكيس اللي قدامك دي المفروض ان هي تاخد وقت معين بعد 10 دقايق او بعد ربع ساعة، فالمفروض ان الراحة بتاعته في عملية التطبيق ما تعديش الوقت ده عشان ما يحصلش خلل في التطبيق. طيب اعرف ازاي ده؟ اعرف من ان الطفل اللي قدامي ده تعمل له دراسة حالة كويسة واطلع عليها. يعني انا يجي لي الطفل محتاج ان انا اطبق عليه المقياس، خدت البيانات بتاعته وعرفت سبب التطبيق الى اخره، مش طفل جاي عشوائي كده من الباب للنار يعني. طيب من دلالات صدق الاختبار كمان ان المفحوص ده ما يكونش عنده خلل جسدي كبير، زي مثلا اعاقه حركيه كبيره، او جاي مش لابس النضاره بتاعته فده اثر على عمليه التطبيق، فناخد بالنا. تمام؟ وعلى كل حال دلالات صدق الاختبار قول فيها اللي انت عايزه، واثبت فيها ان انت طبقت الاختبار ده زي ما الكتاب بيقول. تمام؟ زي ما الكتاب بيقول قول لي انا طبقت الاختبار ده صح. تمام؟ معظمنا ما بيكتبش الجزء ده، وانا كنت من الناس اللي انا مش بكتبه بصراحه، ما اكذبش عليكم، بس بعد ما اتعلمته لا انا لازم اكتبه. ليه؟ عشان انت كزميل فاضل محترم لما تيجي تبص للتقرير ده تلاقي الملاحظات بتاعتي، تلاقي ازاي انا طبقت المقياس، خط سير المقياس كان ماشي ازاي، مش جاي هباء كده. تمام؟ بعد كده بندخل بقى على تفسير الدرجات، وهي العوامل الخمسه بتاعه المقياس. من ضمن الحاجات اللي موجوده في ستانفورد بنيه الصوره الخامسه ان هو بيديك الدرجه والتصنيف وتفسير البند ده. زي مثلا لما نيجي مثلا نقول نسبه الذكاء الكليه مثلا 80، ف80 دي معناها ان الطفل تحت المتوسط، اقل من المتوسط. المتوسط عندنا بيبدا من 90 الى او 109 درجه، اللي تحت المتوسط من 80 ل 89 ايا كانت الدرجه في الرينج ده. فالدرجات في التصنيف ده معناها اقل من المتوسط. هو بقى بيديك الاقل من المتوسط دي معناها ايه. زي ما انا بعت لكم مثلا في الملف اللي انا بعته لكم، حتى كان ده ملف حقيقي على فكره، يعني للعلم بس، يعني الدرجات اللي قدامكم دي درجات حقيقيه، دي طريقه كتابتي للتقرير. يعني انا مش بعت لكم حاجه، لا انا بكتب فعلا كده التقرير بتاعي، ما فيش فيه تغيير يعني. ممكن انت تزود، يعني انت لو حضرتك شايف ان انت محتاج ان انت تزود حاجه معينه زود. تمام؟ طيب الاستدلال السائل مثلا هنا الطفل 110 فوق المتوسط، المعرفه 86 اقل من المتوسط، الاستدلال الكمي 96 متوسط، والمعالجه متوسط، والذاكره العامله متوسط. فمعنى كده انا عندي مشكله هنا في عامل المعرفه. لما اجي ابص انا بقى العامل المعرفه ده لازم ارجع للعمر الزمني بتاع المفحوص ده لو فعلا عامل المعرفه ده بالدرجه دي وسنه معدي سن المدرسه، يبقى في خلل في عمليات القرايه والكتابه. كده في خلل في عمليات القرايه والكتابه، خصوصا لو موجود معاها عامل الذاكره كمان. اما لو كان الطفل في الاعمار الزمنيه الصغيره 3 سنين 4 سنين، فمن الممكن ان الطفل ده يكون عنده مشكله في المعلومات او اللغه يعني، او مخزون المعلومات. فبناء عليه احنا لازم نقول ان دراسه الحاله مهمه جدا.
بعد كده انا بضيف جدول اسمه جدول المكافئ العمري او العقلي للعمر الزمني. يعني الطفل ده مناسب ل عمر زمني قد ايه. ماشي، نبقى نعيدها كده. على راسي على راسي، الله يكرم اصلك. طيب اكمل الجدول ده واشوف السؤالين الموجودين. يعني المكافئ العمري او المكافئ العقلي او ايا كان المسمى اللي احنا ممكن نتفق عليه، وهو عباره عن العامل سواء بصوره لفظيه او بغير لفظيه والعمر بتاعه. من ضمن العيوب او المميزات اللي كانت موجوده في الابديت اللي قبل ده، انا من 2013 وانا معايا كل ابديت حصل لستانفورد بنيه، خصوصا نسخه الدكتور محمود ابو النيل، يعني دي غالبا اللي انا بشتغل بيها. فكل الابديت موجوده معايا. بس من ضمن المميزات اللي كانت موجوده زمان اللي كان بيطلع المكافئ العقلي او العمري الكلي. الابديت اللي قبل الاخير ده اللي قبل الاخير بالظبط اللي معايا انا، يعني ما فيهوش ده. هو فيه الخمس عوامل متقسمين ل10 اعمار، 5 بصوره غير لفظيه و5 بصوره لفظيه. تمام. الابديت الاخير للامانه انا ما اطلعتش عليه، هو كان معايا بس انا ما شفتوش بصراحه، بس هو افضل من ده. واللي هيروح يشتري الشنطه هياخد الابديت الاخير، هو ده حاجه منهم يعني انا ما اعرفهاش بصراحه. فبناء عليه احنا بنتكلم على 10 عوامل موجودين بصوره لفظيه وبصوره غير لفظيه. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه عشان نطلع العمر العقلي للجزء ده او للاعمار دي؟ حد عنده اقتراح مثلا، او حد شافها، او حد مثلا مطلع على الجزء ده؟ حد شاف، حد يعرف ازاي نطلع العمر؟ على كل حال، على اعتبار ان في ناس شطار يعني، وكل الموجودين ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. احنا بنعمل حاجه اسمها بنجمع الاعمار الزمنيه كلها وبنقسم على العدد. يعني بنجمع ال10 اعمار دول كده ويطلع لنا المكافئ العقلي الكلي. زمان بقى كان بيطلع على طول لوحده، انما دلوقتي فسرناها. فكل ما كان الاعمار الزمنيه، فمثلا بنجمع السنوات ونجمع الشهور على بعضها ونحولها لسنوات، وبعد كده بيطلع لك العمر العقلي. تمام؟ طيب هجاوب على كام السؤال الموجودين دول ونكمل مع بعض. شوف بس الاسئله من الاول. الله يكرم اصلي، جزاكم الله كل خير، وحضرتك بألف صحة وسلامة. على راسي. واضح أستاذ محمود المحترم، يا نهار أبيض، حضرتك منور والله. الله يكرمك. اللايف أظن في يعني أستاذ أحمد فاروق المحترم، اللايف أظن موجود محفوظ على الجروب، يعني أنت لو رجعت له بعد فترة هتلاقيه موجود إن شاء الله. والأدمن بينزل اللينكات كده بالترتيب، يعني هم عاملين شغل محترم يعني. أكاديمية أبراكسي على راسي، على راسي، على راسي والله. إمتى نقرر إن الطفل غير قابل للقياس؟ يعني هو أنا برضو السؤال هنا يعني في العموم، لما نيجي مثلا نقول ان الطفل ده غير قابل للقياس، يبقى خلاص ده كده يعني في اعاقه شديده خالص، في سبب كبير جدا يمنع عمليه التطبيق، ممكن اصابه دماغيه شديده. ف يعني سؤال حضرتك في العموم جدا. على كل حال اي طفل يعني ينفع نطبق عليه المقياس باذن الله يعني. الاستدلال الكمي، المصطلحات الاستدلال الكمي زي ما مشكورا يعني
زميلة فاضلة جاوبت اللي هو العمليات الحسابية. الاستدلال الكمي اللي هو التعامل مع الأرقام، يعني سواء كانت الأرقام دي بصورة لفظية أو بصورة غير لفظية، يعني مسائل لفظية أو عددية. وباقي المصطلحات أنا شرحتها في أول المحاضرة. الاستدلال السائل دي القدرة السائلة اللي موجودة في الإنسان، لا تحتاج تدريب، ما تحتاجش مهارة، ما تحتاجش أي حاجة خالص، دي موجودة فيك أنت. فيها جزء يعني زي تواصل اجتماعي كده، تقدر تتواصل من خلاله مع الآخرين. المعرفة مخزون المعلومات. المعالجة البصرية المكانية اللي هي الأنماط والاتجاهات والأماكن واليمين والشمال. والذاكرة العاملة آخر حاجة خالص، وهي التعامل أو حفظ المعلومات بصورة سمعية أو بصورة بصرية، اللي هو إعادة الجمل والطرق على المكعب. هو أنا أقصد هنا من العمر العقلي آية، لا أنا ما كانش قصدي كده خالص. يعني أنا قصدي إن الزمان أنا بفرق بس ما بين المصطلحين دول يعني. تمام. طيب بعد كده أنا بدخل على حاجة اسمها تحديد درجة القوة والضعف، أو الصفحة النفسية اللي بتبقى موجودة في التقرير. وزمان الصفحة دي كانت مرهقة جدا وكانت يدويا يعني، فكانت رخمة بصراحة. فحاليا احنا متوفرة بصورة إلكترونية. لازم بقى نبدأ نفسر كل حاجة من الاختبارات الفرعية اللي موجودة قدامنا، ونشوف مثلا هل يعني مثلا الاختبار اللي قدامنا ده موجود فيه ان الطفل عنده الذاكرة العاملة البصرية والسمعية هي نقاط موجبة بس مش نقطة قوة عنده، فنحتاج ان احنا نشتغل عليها شوية. عنده مشكلة جت طبعا في المجال اللفظي، خصوصا في عامل المعرفة والاستدلال الكمي. عنده مثلا مشكلة في التركيز لفترات طويلة، دي نقطة سالبة عنده. عنده مثلا مشكلة في المعلومات بتاعته قليلة، سرعة استرجاع المعلومات. في تفسيرات كتيرة جدا يعني. فكل حاجة من دول احنا بنبدأ نفسرها وبنكتبها في التوصيات بتاعتنا، بحيث ان الطفل بعد ما نخلص معاه الاختبار نخرج بتفاصيل خاصة بيه بعد دراسة الحالة وبعد الاختبار، ويتحط له البرنامج يطلع على الجلسات بتاعته يشتغل على طول. انت كمختص محتاج ان الطفل يجي لك يتعمل له دراسة حالة رقم 1، دي لا مفر منها. اي طفل يجي لك لازم يتعمل له كيس ستادي. اي طفل جاي داخل باب المركز لازم يتعمل له دراسة حالة. دراسة حالة شاملة تشمل التاريخ الاجتماعي والتاريخ التطوري، التاريخ الأسري والتاريخ الطبي، كل حاجة حرفيا من الألف للياء بدون ما نخل أو ننسى أي حاجة. خلي بالك تفصيلة صغيرة ممكن تقلب لك الدنيا خالص حرفيا. احنا كمختصين بنحتاج التفاصيل الصغيرة اللي قد كده، عشان فعلا بتوضح اذا كان المفحوص ده ايه المشكلة اللي عنده، يعني ايه المشكلة بالظبط. تمام. فاديك مثال صغير عشان يعني يعني مثال هتفكر ان هو سهل خالص. يعني كان في طفل عنده يعني كان جاي عنده تلعثم، وفعلا التلعثم واضح خالص يعني. كان فعلا بيتلعثم واضح. جه بدأ يعني خلاص ماشي تمام، احنا مقيمين ان في تلعثم وعرفنا التشخيص بتاعنا وحطينا خطة علاجية. بس بعد فترة انا يعني بتابع المفحوص تقريبا كل 3 أو 4 أيام كده، بشوف الطفل يعني التطور بتاعه، بطلع على سجلات المركز وكده. فلقيت ان الولد يعني فترة صغيرة، واحيانا انا بلاحظ ان هو بطيء في الاستجابة السمعية كده.
شكيت رقم واحد في السمع يعني، بس انا ما حاولتش ان انا اوتر الام. فرجعت للام واتكلمت معاها تاني ولاحظت ان في فتره من الفترات كده الطفل كان بيجيله ادوار برد متكرره بصوره طويله. من المتعارف عليه ان الاطفال اللي بيجي لهم برد على فترات طويله ومتكرر ده بيأثر على مش سلامه حاسه السمع نفسها، ولكن بيحصل حاجه اسمها يعني ميه ورا طبله الاذن، يعني شمع بيكون بيشيل ميه ورا طبله الاذن كده، بس ده ما بيأثرش على عصب السمع ولا اي حاجه خالص. فخلاص عرفنا ان الطفل ده المسبب للمشكله بتاعته او الاساسيه بتاعته كان وجود ميه ورا طبله الاذن، ودي تحتاج تدخل من طبيب الانف والاذن. وعلى اسوأ الاحتمالات يعني بيتركب لهم حاجه اسمها انابيب كده بتصرف الميه عشان الطفل يبدا يسمع كويس وما يحصلش تهته. طبعا عمليه التهتهه عنده عمليه نفسيه في الاساس البحت نتيجه لضغط ولي الامر عشان يتكلم كويس، لان الطفل ما كانش بيعرف يتكلم كويس، وانا هسمع كويس هتكلم كويس. على كل حال ده مثال بسيط خالص من الامثله، وكتير يعني في امثله كتير جدا ممكن حضراتكم تاخدوا بالكم منها، هتشقلب لك شغلك مع الطفل. تمام؟ طيب بعد كده انا بضيف حاجه اسمها تحديد قدرات الطفل اللي موجوده في الريبورت قدامنا. القدرات دول عددهم 10 قدرات، ما بين القدره على التخطيط، حل المشكلات، ودرجتهم وتصنيفهم نفس التصنيفات بتاعت اختبار الذكاء بتاعت السكور، يعني اللي هو من 60 ل 69 ومن 70 ل 79 ومن 80 ل 89 و109 و119 الى اخره، ف 120 الى اخره. فبناء عليه التصنيفات دي، وكمان هي مكتوبه، يعني انت حضرتك مش هتحتاج ان انت تكتبها لمجرد ان انت بس عايز تعرف تصنيفها، لا هي موجوده وموجود جنبها التصنيف بتاعها. طيب اخر حاجه انا بكتبها في التقرير بتاع الذكاء وهي التوصيات. بكتب الملحوظ ده جاب درجه كذا وتصنيفها كذا، وابتدي اكتب التوصيات. التوصيات اللي موجوده يعني قدامكم دي توصيات انا كاتبها سريعا كده، يعني انا برضو قللت من التوصيات بحيث ان احنا نكتب كتير. التوصيات دي لازم تتفسر حرفيا. تقريبا التوصيات ممكن على حد ادنى خالص صفحه من التوصيات. الطفل ده محتاج يتابع مع فريق عامل ازاي، محتاج جلسات مده قد ايه، بالتفصيل الممل حرفيا. الولد ده محتاج انشطه لايه، محتاج يتدرب عليه اكتر، محتاج تدخل مثلا للمهارات، تدخل للتخاطب، ده محتاج تأهيل سمعي، ده محتاج غرفة حواس. تكتب كل حاجة بالتفصيل. كل واحد بياخد الإجراء المناسب ليه، كل واحد بياخد الإجراء المناسب أو اللي هو شايفه إن هو في مصلحة الطفل. فلو عملت ريفير مثلا لواحد بتاع علاج طبيعي، هو هيقول لك إذا كان الطفل ده ينفع له علاج طبيعي ولا لا. تمام؟ طيب أنا كاتب بعض التوصيات، من ضمنها مثلا أنشطة الاعتماد على النفس والاستقلالية بالبيت. كاتب كمان المهارات النمائية، والمتعارف عليه إن المهارات النمائية عندنا بتشمل يعني 5 تقريبا: انتباه وذاكرة وتفكير وحل مشكلات وإدراك. فكل مهارة من دول بيندرج تحتها أكتر من مهارة، وفي مهارات فرعية دي. ده كده ما يخص ستانفورد بي. ندخل بقى على ويكسلر اللي هو الجميل، اللي يعتبر مهمل في مصر، ولكن في العالم العربي يعني لو جيت سألت حد مثلا في الجزائر أو السعودية أو عمان أو الكويت، هيقول لك هم بيعشقوا تطبيق ويكسلر.
في فترة كده أنا دربت فيها يعني جماعة من عمان، هم مقتنعين تماما الاقتناع بمقياس ويكسلر ولا غنى عنه، ورغم ان في شنطتين يعني بطاريتين، واحدة للأعمار الزمنية 6-16 وواحدة للأعمار الزمنية الأكبر، ولكن هم مقتنعين بده. احنا هنا بقى في مصر ستانفورد بنيه بيغني عشان بيشمل فئة أو عمر زمني كبير يعني، فهم الجزء ده عندهم مهم جدا يعني. طيب، ويكسلر مكون من 4 عوامل. ويكسلر مكون من 4 عوامل. العامل الأول وهو عامل الاستدلال الإدراكي، وعامل المعرفة، وذاكرة وسرعة معالجة. كل عامل من دول تحتيه كام اختبار؟ تحتيه كام اختبار؟ فمثلا عامل الفهم اللفظي مكون من 5 اختبارات. مكون من 5 اختبارات، كل اختبار من دول ليه بنوده. زي مثلا اختبار المتشابهات، المفردات، استنتاج الكلمات، المعلومات، والفهم. وناخد مثال على اي اختبار من دول. فمثلا اختبار المتشابهات. اختبار المتشابهات ده احنا بنسأل المفحوظ ايه وجه الشبه ما بين كذا وكذا. فلما اقول لحضرتك مثلا ايه وجه الشبه ما بين الموبايل والتابلت، فتيجي تقول لي هما اجهزه الكترونيه. انا يعني الامثله اللي انا بقولها بعيدا عن الاختبار خالص، فتقول لي اجهزه الكترونيه او ممكن نتصل بيهم، بس هو في المقام الاول احنا بنقول الشبه. استنتاج الكلمات مثلا او الفهم، لما اجي اسالك مثلا اقول لك تعمل ايه لو لقيت النور مقطوع، فده معناه ان انا بقيس الفهم عندك. طبعا كل اختبار من دول مدرج يعني من الاسهل للاصعب، وما فيش اي اختبار بيبدا لما اجي مثلا اشرح ويكسلر بلاقي ان بعض الناس ايه ده الفقرات دي صعبه، ازاي طفل هيعرف معلومات عن وجه الشبه ما بين كذا وكذا، مثلا الكوع والركبه مثلا، ازاي هيعرف وجه الشبه ما بين دول؟ يا جماعه الاطفال معلوماتهم في السن ده بتكون اثمر مننا، وبتكون حصيلتهم اللغويه فعلا اكبر مننا، بحكم ان هم في السن ده بيدرسوا الحاجات دي اصلا في المدرسه. فلو جيت سالت حد مثلا عن الكيمياء مثلا ككبار مش هنعرف، لكن نسال حد كبير كده هيعرف وهيرد عليك. تمام؟ طيب، العامل اللي بعد كده او رقم 2 وهو الاستدلال الادراكي. الاستدلال الادراكي ده مكون من حاجه اسمها بيلدينج ديزاين، والبيكتشر كونسبت او مفاهيم الصور وتصميم المكعبات، واستدلال المصفوفات، واكمال الصور. واسهلهم خالص اكمال الصور. اسهلهم في الشرح يعني، ما اقصدش انا شرحت المقياس ويكسلر كله عامه على التليجرام وعلى اليوتيوب، فاللي عايز يدخل يبص عليهم يبقى يدخل يعني. بس اكمال الصور اللي هو حاجه ناقصه، زي مثلا لما اقول لك ان مثلا ايه اللي ناقص في الدباسه دي مثلا، فتيجي تقول لي مثلا الدراع اللي هو بيدبس ده مش موجود. ايه اللي ناقص مثلا في النضاره دي، فتيجي تقول لي العدسه الثانيه. طبعا الصور موجوده، انا بداري بس بايدي يعني، بس هي الصور موجوده في الكتاب. وتصميم المكعبات عامل زي لعبه الموزيكس اللي احنا عارفينها بتاعت زمان دي، اللي بتكون اشكال بالمثلث والمربع يعني. او شبيهه باختبار المعالجه البصريه المكانيه في ستانفورد بني، خصوصا بتاعت المجال الغير لفظي. شبيهه بيها بس مش زيها يعني، ايه فيها تصميمات برضه يعني، انا مش بقول ان هي عشان كلامي ما يتفهمش غلط. والاختبار او العامل اللي بعد كده وهو عامل الذاكره. والذاكره هنا تتكون من 3 اختبارات. حاجه اسمها اعاده الارقام، حاجه اسمها تسلسل الحروف،
والارقام وحاجه اسمها الحساب. اعاده الارقام عندنا مكونه من بندين جوه اعاده الارقام، حاجه اسمها اعاده الارقام للامام وحاجه اسمها اعاده الارقام للخلف. يعني بقول له مثلا 2 5 3 هو بيقول له 2 5 3، انا مش بقول بالطريقه دي، انا بقول بس عشان اختصر الوقت. وبالخلف مثلا اقول لك 7 3 1 هو يقول لي 1 3 7 وهكذا. تسلسل الحروف والارقام عباره عن مجموعه من الارقام ومجموعه من الحروف وهو يقولهم بالترتيب، الارقام بالترتيب والحروف بالترتيب. اختبار الحساب عباره عن اسئله في العمليات الحسابيه من اول الجمع والطرح لغايه النسبه المئويه. يعني في اول كم عدد كذا زائد كذا هتلاقيها في الاختبار ده لغايه احسب النسبه المئويه. واخر اختبار عندنا وهو اختبار سرعه المعالجه. عندنا اختبار اسمه الترميز والبحث عن الرمز والكنسليشن او الحذف. الترميز عباره عن اختبار بنحط له رموز، والبحث عن الرمز بنقول نعم او لا الرمز موجود ولا لا، والحذف زي الحذف اللي احنا بنعمله في الانشطه الانتباه مثلا، بس احنا بنعمل دوائر كده على بعض الاشكال او بعض الصور. وبعد كده بننتقل للتقرير. في الحقيقه من ضمن العيوب اللي موجوده في ويكسلر وهي التقرير بتاعه مش كفن، كتنظيم. يعني انت ما تعرفش تعمل له سيف، يعني انت كفاحص مش هتعرف تعمل للتقرير ده سيف على الجهاز بتاعك. وحتى هو بيتحفظ على الفلاشه، يعني الفلاشه بتاعته بتيجي بيتعمل لها حفظ عليه، على التقرير بتاع الطفل بيتحفظ على الفلاشه. ولكن لما جيت انزل ويندوز تاني لللابتوب التقارير اتمسحت، فبتحتاج تنزل برنامج التصحيح تاني، وبتحتاج ان انت التقارير دي تشوف بقى هتجيبها ازاي. فبناء عليه انا بقيت يعني بعمل ايه، بطبع التقرير تمام، وقبل ما بسلمه لولي الامر بعمل له سكان عندي، يعني على البرينتر باخد سكان من التقرير واحفظه بقى على الجهاز زي ما موجود قدامكم ده. يعني الصور اللي قدامكم دي كده مسحوبه اسكان. طبعا في اسم انا مسحته، وبعدين بيظهر لك حاجه اسمها تاريخ الاختبار والعمر الى اخره. كل اختبار من دول ليه درجه خام، والدرجه الموزونه زي الدرجه المعياريه بالظبط، يعني شبيهه بيها في مقياس ستانفورد بني عشان محدش يعرف. عايز افرق بس ما بين عليكم السلام. عايز افرق ما بين، هبعتهولك حاضر، عايز افرق ما بين بعض المصطلحات. يعني حاجه اسمها درجه الذكاء، وحاجه اسمها الدرجه الخام والدرجه الموزونه. ومن ضمن المصطلحات اللي احنا هنقابلها كمان حاجه اسمها الرتبه المئنيه والتفسيرات دي كلها. الدرجه الخام دي وهي الدرجه عامله زي قالب الشوكولاته الخام كده، تمام، ملهاش وزن، ملهاش تفسير. يعني لما تيجي اقول لك مثلا انا خدت 27 في العربي، فتيجي انت تقول لي 27 من كام عشان اصنفك دي مش موجوده في الدرجه الخام اللي هو 16 من كام، انا مش عارف. فنيجي بقى نحولها لحاجه اسمها درجه معياريه. بقى الدرجه المعياريه دي او الدرجه الموزونه هي اللي تديني التصنيف، تقول لي انت تصنيفك في كذا جبت كذا، تمام، فانت شاطر في الحته دي الى اخره. ففي مقياس يعني ويكسلر موجوده حاجه اسمها الدرجه الموزونه. وفي حاجه اسمها الرتبه المئنيه، وهي رتبه الطفل ما بين اقرانه من نفس الفئه العمريه. رتبه الطفل ما بين اقرانه من نفس الفئه العمريه. فلما اقول لك مثلا رتبه الطفل ده 68، او يبقى ده ترتيبه 68 من 100، ترتيبه ال 68، لان هي عندنا بيبقى ليها الترتيب حاجه اسمها الرتبه المئنيه كده، ترتيب من 1 2 3 4 5 الى اخره. يعني ممكن لينك، خش على اليوتيوب اكتبي الصعيدي، لينك اليوتيوب
خش على اليوتيوب اكتب الصعيد، شوف لي كان اللينك لو ربنا اذن يعني بعد ما نخلص ان شاء الله. طيب بعد كده بندخل في الصفحه رقم 2، بيحول لي الدرجات الموزونه لدرجات مركبه، الدرجات الموزونه الى درجات مركبه. بعد ما بنحول الدرجات الموزونه لمركبه بندخل على حاجه اسمها الرتبه المئنيه اللي انا بقول عليها، ومستوى الثقه. مستوى الثقه ايه هو مستوى الثقه؟ مستوى الثقه ده كل ما زاد كل ما كانت الدرجه دي صادقه بنسبه كبيره. بعد كده بندخل على الصفحه النفسيه بتاعت مقياس ويكسلر. بنقول مثلا في الصفحه النفسيه دي عندنا طبعا الرموز اللي هنا دي رموز بالانجلش، ف يستلزم من حضرتك بقى ان انت يعني ايه تكون شاطر شويه في الجزء ده، تحاول ان انت تعرف الرموز، تحاول ان انت تعرف الرموز عشان تقدر ان انت تفسرها. تمام؟ طيب الخط اللي هو اللي موجود بالباهت ده، باللون الباهت ده، ده الفيصل ما بين المتوسط والاقل من المتوسط. تمام؟ بعد كده بندخل على الصفحة النفسية بقى للعوامل الأربعة، ومن ضمنهم الدرجة الكلية. إنما اللي فوق دي أو الصفحة اللي هي فيها نقط دي موجود فيها الاختبارات بتاعت كل عامل. وبعد كده حاجة اسمها مقارنة الفروق، أو ده دلالة على وجود مشكلة ولا لا. يعني هل ده يدل على وجود مشكلة عند المفحوص؟ لا. ده يدل على وجود مشكلة عند المفحوص؟ نعم. تمام؟ والحاجة اللي قبل الأخيرة وهي نقاط القوة والضعف. وأخيرا التقييم البعدي أو كتابة التوصيات زي ستانفورد بنيه. وبعد كده التقييم البعدي. في خلال الساعة دي احنا سريعا كده ناقشنا ما يخص ستانفورد بنيه من محتويات، وما يخص ويكسلر من محتويات، وناقشنا كمان محتويات كل تقرير، وكمان اتعرفنا على بعض التفسيرات للعوامل بتاعت كل مقياس، وكمان عرفنا الفرق ما بين ده بيقيس ايه وده بيقيس ايه، والعمر الزمني ليهم. الاتنين موجودين في البيئة المصرية والاتنين مقننين، ويفضل ان انت تجيبهم الاتنين في مركزك. لو ده ما سمحش انا اللي بقول لك انت وراحتك، يعني ما ترهقش نفسك في ان انت توفر حاجة انت مش هتكون ذات جدوى عندك يعني. بس في الحقيقة ان وجودهم الاتنين وجود هام جدا. اخر حاجة التقييم البعدي هو يهمني بصراحة، فاتمنى من حضراتكم ان انتوا تبعتوا بس التقييم ده، عشان انا بحاول ان انا اطور في الجزء ده. وانا كنت سعيد معاكم، رمضانكم كريم وكل خير يا رب. اشوفكم كل سنة يا رب، كل الناس تكون بخير وطيبة.